السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا رب، يا رب انصر غزة وأهل غزة يا رب، اللهم آمين. ربنا معاهم وانصرهم بإذن الله، لا نملك لهم إلا الدعاء. اللهم كن لهم عونا، اللهم آمين يا رب العالمين. متنسوهمش يا جماعة في الدعاء، وما تنسوش ابني برضه بالدعاء ان ربنا يشفيه ويعفو عنه بإذن الله. ان شاء الله اعمل لكم فيديو اوضح لكم فيه الحادثة كلها وحصلت ازاي. الحمد لله على كل حال، قدر الله ما شاء فعل. ده فرن كهربائي بس انا ملحقتش يعني انزل الفيديو اللي لما كنت في البلد والحاجات اللي ادوهاني اهلي وكده، وزيارة البلد ليا من عند اهلي. كان من ضمن الحاجات اللي انا جبتها من البلد كان الفرن الكهربائي ده. فانا كنت بجربه، جربت فيه البطاطا صراحة والفراخ المشوية حلوة قوي بصراحة. يعني حتى الفراخ لما سلقتها وحطيت على وشها بس كاتشب كده ودخلتها فيه، كأنها يعني بيخلي الفراخ، يعني بيخليها كأنها مشوية كويس وفي نفس الوقت طرية مش ناشفة، ما بينشفهاش. نشفت بقى في العيش، جربت فيه كذا حاجة بصراحة. بس المشكلة انا حطاها على ترابيزة جنب المطبخ، لانه ملوش مكان عندي على المطبخ. ليه مكان بس المطبخ عايز يترفع لفوق شوية، هو اعلى من مستوى المطبخ نفسه. فالمطبخ عايز يترفع وبعد كده احطه على الرخامة ان شاء الله يبقى مكانه، وخلاص على كده تبقى ده مكانه الثابت. مع ان الرخامة كلها على بعضيها عندي، انا المطبخ عندي 1.20 متر، مش حاجة كبيرة يعني. طوله متر و20 مش اكتر، على قد مساحة المطبخ علشان ما يبقاش عندي كركبة ولا اي حاجة. الحمد لله على كل حال. من ساعة الحادثة ولا في نفس نصور ولا في نفس اي حاجة خالص. ربنا بس يكتب السلامة لعبد الله ويقوم بألف سلامة ان شاء الله. بصوا البطاطا مش محروقة من بره، بس جوسي كده وطرية ومشوية كويس، طعمها حلو قوي. الصاج ده بيتنضف بكل سهولة بصراحة لانه معمول من الانامل، وانا بحب الحاجات اللي هي مصنوعه من الانامل دي لان انا مجرباها في البوتاجاز. ادعوا يا جماعه لعبد الله بالشفاء العاجل، ربنا يشفيه ويعفو عنه يا رب. طبعا هو عنده كسور مضاعفه. لما اثناء ما كنا بنعدي الشارع انا وهو بره، الناس اللي ساكنين في دار السلام، كنت بعدي شارع ابو اشرف بره انا وهو، والتوك توك كان جاي عكس. يعني انا مش عارفه والله العظيم. يعني انا مش قادره اقول على مشروع التوك توك، مشوار التوك توك ده اللي هو مشروع فاشل، لانه برضه بينقذ في اوقات كتيره قوي. بينقذ في اوقات كتيره ومواصلاته على قد، يعني على قد ايدك زي ما بتقولوا. بس المشكلة في التصرفات الغلط، المشكلة في الاستعمال الغلط. المشكلة برضو ان مفيش رقابة، يعني مفيش حد رقيب على ان هو، انا بعدي شارع لاني عارفة ان الطريق اللي جاي فيه العربيات خلاص مفيش عربيات جاية. اتفاجئ ازاي بتوك توك عكس وجاي بسرعة، ان هو يخبطني وينطر ابني ويدوس على رجليه ويعمل له كسور مضاعفة ويركب مسامير ونوصل للمرحلة دي كلها. والله المستعان، بيتألم كمية ألم بصراحة. لان انا بتكلم في طفل 11 سنة قاعد في عمليات، دخل العمليات بالظبط يعني من غرفة العملية كده، دخل الساعة 1:01 بالليل، خارج الساعة 6:03 بالظبط. يعني كل التخيلات وكل حاجة كانت وحشة خطرت على بالنا في ال6 ساعات دول ولا في ال5 ساعات بتوع العملية. كانت عملية كبيرة على طفل طبعا عنده 11 سنة. انا عايزة اقول لكم ان يوميا والله العظيم 3 ما بيعدي عليه يوم غير لما بيتوجع، تعبان. تعب العظم صعب قوي، تعب العظم انا ما كنتش اعرف ان هو بالطريقة دي. يعني يا حبيبي انا خبطة صغيرة كده في جنبي وكانت تعباني شوية، فما بال هو. الحمد لله رب العالمين. احنا كمان لما راح غير في المستشفى، المرة اللي فاتت انا تقريبا مصورة واحنا رايحين في الفيديو ده، راح صور في المستشفى. غير قصدي في المستشفى، خفوله شوية الجبس من فوق بحيث ان هو ايه يقدر يحرك رجله لانها كانت تقيلة اوي. احنا طبعا قلتلكم ان احنا حاطين له السرير كده في الصالة، مضايقين الدنيا شوية بس مش مشكلة، مكركبين حوالينا شوية بس مش مهم. المهم ان هو يقوم بالسلامة ويرجع تاني يعني، ولا دخل زي اصحابه المدرسة ولا اي حاجة. بعد عناء بقى، آه، اخواته بصوا قعدوا يحايلوا فيه كتير قوي، شغلوا له لاب، نزلوا له العاب، المسكن يا دوب ان هو عمل نتيجة. وقدرت كمان ان انا اغير له هدومه، ما بيبقاش قادر نهائي ونفسه بيتكتم يعني على طول. انا مش قادره اخد نفسي، انا مش قادره اخد نفسي، ويقعد يعيط وقت يلطم على وشه يخبط كده على وشه، انا تعبان، انا محدش حاسس بيا، في وجع جامد. كأن في حد نافخ شنطة هوا وحاططها لي في بقي. فاحنا بنحاول ان احنا نهديه بكل الطرق، نلهيه باي حاجه بيحبها.
وخصوصا ان هو قعد فترة كان عامل رجيم، كان محروم من حاجات كتيرة قوي، فكان فرحان بأي حاجة بتجيله، وخصوصا لو الحاجة دي جاية من اخواته او جاية من حد هو بيحبه. ماشي، جاب له الحاجات دي. اخواته هما جايين، ربنا يخليهم لي يا رب، يخليهم لبعض ويحافظ لي عليهم، وما يوريش لحد اليوم اللي انا شفته. يعني يوم الحادثة ده اصعب يوم مر عليا في حياتي بجد، ربنا ما يكتبه لا عليا ولا على اي حد تاني. وساعة الغفلة وحشة فعلا، يعني ساعة الغفلة دي بتبقى حاجة صعبة قوي، حاجة وحشة قوي. بس الحمد لله على كل حال، هو مقدر ومكتوب. بس برضو احنا مش هنعلق اخطائنا على المقدر والمكتوب بس. القضاء والقدر بتاع ربنا ملوش علاقة بالإهمال، إن إنسان يبقى مهمل أو مستهتر في طريق. والله العظيم والله العظيم لو حد أقصر من ابني شوية أو أصغر منه شوية ومعدي الشارع كده ومدي الأمان، حتى هو ومامته ولا حد، كان التوك توك كان هرس وكان راح تحت العجل، ما كانش خد باله منه. يعني انا لما دخلت المستشفى الدكاتره بيقولوا لي انت متاكده ان دي خبطه توك توك؟ اقول لهم والله يا جماعه خبطه توك توك، والله يا جماعه خبطه توك توك. انا كمان يعني ما حبيتش اوريكم رجليه كانت عامله ازاي، كانت صعبه قوي قوي قوي، ربنا ما يكتبها على حد يا رب. نزلناه تحت قدام البيت عشان كنا مستنيين عربيه هي جت لنا، رايحين بيه طبعا المستشفى علشان هيتعمل له غيار على الجرح. هو يا جماعة مش متجبس، بس هو مش مجرد كسر عادي، لان في ناس كانت بتكلمني بتقولي ده هو كسر 15-20 يوم ان شاء الله وهيخف وهيبقى كويس. ان شاء الله يخف ويبقى كويس ويرجع احسن من الاول، لكن ده هي كسور مضاعفة، وعمل يعني كذا عملية في عملية واحدة، وفي نفس الوقت لا دي جراحة، ده مركب مسامير وحاجات يعني. ربنا ينجيه، ربنا ينجيه ويكتب له الشفاء ويرجع احسن من الاول، لان هو كان خبطه في منطقة نمو، كان عامل له كسر في منطقة نمو، فكان في كذا كسر في الرجل. بصراحة منظرها كان بشع قوي، مش قادرة تغيب عن عيني ولا عن بالي. هو نفسه يا حبيبي كل ما ينام يقول انا بحلم بالحادثة، انا مش قادر انساها، مش قادر ينسى، يعني كانت حاجة على غفلة. والحمد لله على كل حال، الحمد لله قدر الله ما شاء فعل. الحمد لله. كنا رايحين طبعا المستشفى علشان يغير. بص كان عمال يقول لي في الوقت ده انا لو شفت اي بتاع توك توك في الشارع ببقى عايزه اضربه. جاتله زي عقده وبيقوم كده مسروع وبيجيله. بس اللي مضايقني كله في المشوار ان هو لحد دلوقتي عنده كتمة نفس غريبة، كل شوية نفسه يضيق، حتى لو الجو هوا، يعني الجو بالليل على الفجر كده بيبقى فيه لسعة برد، لا هو حران جدا حران جدا مش مستحمل. انا مخنوق، انا حاسس ان انا في حد كاتم نفسي، بحس ان في شنطة متعبية كده هوا وحد حشرها في بقي، يعني في حد حاططها في بقي فكاتم بيها نفسي. طبعا مشوار المستشفى بالنسبة من عندنا في بيتنا لحد المستشفى مشوار طويل، لان المستشفى دي اصلا في رمسيس، في مدار رمسيس نفسه اللي هي الهلال الاحمر بتاعة العظام. انا ما كنتش اعرف ان في مستشفى في رمسيس للعظام بس، انا كنت فاكره الهلال الاحمر دي بتاعه تبرع بالدم، لا اكتر، مش اكتر ولا اقل. لكن ربنا يبارك فيه طبعا، اللي نصحونا بيها كان سيلفي والسواق اللي خدنا في العربيه اول ما حصلت الحادثه. قدر الله ما شاء فعل. جبنا برضو الولد اللي كان خبطه بس. يعني تخيلوا بقى اللي سايق التوك توك وماشي بيه عيل 15-16 سنة، منتهى الاستهتار. دخل طبعا للدكتور طمنا الحمد لله، بس كان لازم يغير الجبس اللي عليه ويغير. كنا بص هو طلع لسانه كده عشان من ساعة العملية كان عمال يدور على لسانه، يعني كل شويه يقول انا عايز لساني، ولساني راح فين؟ طبعا تخاريف البنج والكلام ده. فكانوا عمالين يسايسوا فيه ويحايلوه عشان داخل اوضه الغيار، وكان خايف جدا، كان خايف يعني ايه هيغيروا لي، يعني ايه، وعمال يعيط وعمال يقرأ قرآن، كان متضايق قوي. بس الحمد لله على كل حال، الحمد لله. قدر الله ما شاء فعل. بقول الحمد لله ان الخبطة ما جاتش في صدره، الحمد لله ان الخبطة ما جاتش في دماغه، الحمد لله ان الحمد لله رب العالمين. غير ورجعنا البيت، كان لازم بقى ياكل عشان ياخد علاج وكده، لكن هم خفوله جزء كبير جدا من تقل الجبس على رجله من فوق، خفوا كتير لانها كانت متقله رجله قوي قوي. هو عنده في المنطقه اللي تحت دي عند قدم الرجل في حديد كده خارج او اسلاك معدنيه، مش عارفه دي ايه بصراحه، دكاتره هم اللي عارفين. خارجه من الجنبين، لكن والله العظيم كله بيشكر في المستشفى دي، وفعلا الجوده فيها عاليه قوي. معظم اللي فيها استشاريين ما شاء الله عليهم. هو ما بيقدرش يتحرك ولا بيدخل مثلا
الحمام لوحده، لان الدكاترة مانعينه ان هو يدوس على رجليه وصوابعه وكعب رجله ما يلمس الارض، مش ما يدوس بيهم على الارض مثلا يبقى واقف على الارض بس ما يحملش عليهم، لا ما يلمس الارض. فانا بحاول بقدر الامكان اي حاجة مثلا فيها راحته، هيغسل ايده يبقى مكانه، هيغسل سنانه مثلا يبقى مكانه، مش عارف يغسل وشه مش قادر، كمان ظهره وجعه قوي من كتر القعدة. بس الحمد لله الحمد لله يا رب، الحمد لله، احمد ربنا واشكر فضله. مكتوب له يحصل كده على فكرة يا عبد الله، كل دخلة مدارس لازم يحصل حاجة. فهو كده تقريبا الترم ده كله ضاع عليه، والله اعلم لسه هيتم ايه. احنا كده كل يوم 3 مثلا هنروح المستشفى، هنبقى متواجدين فيها، بحيث ان هو يغير على الجرح نفسه او يغير الجبس نفسه ويطمنوا عليه اول باول. لان زي ما قلت لكم الكسور اللي كان عاملها له كسور مضاعفة في منطقة نمو. فهم عملوا عملية كبيرة بحيث ان هو ما يبقاش عنده المنطقة دي ما تتأثرش بأي حاجة. يعني هم ما شاء الله هم متمكنين قوي، الحمد لله على كل حال، الحمد لله. ربنا يلطف بينا وبيكم ويكفيكم شر الغفلة وشر الحاجة اللي بتيجي فعلا فجأة دي. كانت خضة لحد دلوقتي يعني، بس نصيبه الحمد لله. أرجو بقى الدعاء لي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.